ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. لو اول مره بتشوفي القناه بتاعتي، يا ريت تشتركي فيها من علامه سبسكرايب او اشتراك اللي هي بالاحمر اللي تحت الفيديو، وتفعلي الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يجيلك بيه اشعار. ولو انت معايا اصلا في القناه، منوراني منوراني منوراني، حطوا لايك بقى كده قبل ما نبتدي في الفيديو. وتعالوا نشوف النهارده هنعمل ايه ان شاء الله. انا النهارده هعمل في الفطار فطار كده سريع، وفطار مش مليان بقى تفاصيل وحاجات وكده، يعني فطار ايه، شبه ارداحي كده زي ما بيقولوا، يعني فطار عادي خالص. هعمل بطاطس محمرة، وهعمل سمبوسة، وهعمل بانيه. بس البانيه يا دوبك هو طبق ماشي. فمش هعمل بقى طبيخ ولا بشاميل ولا محشي ولا الكلام ده كله. ماشي، النهارده انا اليوم بتاعي زحمه زحمه زحمه، هعمل فيه حاجات كتير ونازله، محتاجه حاجات كتيره قوي من تحت. فهنزل بعد الفطار. فقلت ايه، مش عايزه ان انا يعني اهد حيلي بقى واقف كتير في المطبخ واعمل، وخصوصا ان انا عندي بقى مواعين وكده. لا، مشيها اي حاجه، وخصوصا كمان ان احنا زهقنا. يعني طول رمضان بقى يعتبر عملنا كل الاكلات ونوعنا لحد ما خلاص زهقنا. يعني العيال بقى قالوا لي لا، والجو ابتدى يحرر. الجو مش عارفه بقى، مش راسي على حاجه، الجو ابتدى يحرر. فزهقانين بقى. طب عايزين تاكلوا ايه؟ مش عارفين اي حاجه. طب لا، اعملنا بطاطس محمره، اعملي سندوتشات جبنه، اعملي اللي هم مش عايزين اصلا اكل يعني. فقلت ايه، خلاص انا بقى يعني اعمل حاجه تكون خفيفه ويكونوا هياكلوها. انا عندي بياكلوا في السحور عن الفطار. ليه؟ لان السحور جبنه وبطاطس وبيض ومش عارفه ايه وكده. فهم بيحبوا الاكل العادي ده، مش بيحبوا الاكل بقى الطبيخ والمش عارف الكلام ده كله، الا لو كانت نفسهم رايحه للاكل قوي وبقالهم كتير ما كلوهاش. فانا النهارده هعمل لهم سمبوسك بالجبنه، وهعمل لهم البانيه. البانيه هعمله مشوي النهارده، مش هعمله مقلي. وهعمل كمان طبق بطاطس محمره بس. وشكرا قوي 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 على كده. وعايزه اقول لكم اصلا ان انا كمان من كتر ما انا يعني بلف حوالين نفسي في الشقه وبعمل حاجات وبظبط حاجات وكده، نسيت اعمل حاجه على الفطار اصلا. يعني نسيت ان انا اعمل تمر او صوبيا او بلح او اي حاجه. والله العظيم نسيت. وفجاه بقول ايه ده، هو احنا هنفطر على ايه؟ اللي هو احنا خلاص، يعني انا بطلع السمبوسك من على النار من الزيت وبجهز، اللي هو ايه ده، احنا هنفطر. خدنا بقى كل واحد بلح كده عادي، كلنا بلح عادي كده وخلاص ماشي. ف يعني كان يوم بجد مش عارفة، يعني يوم مش متظبط كده، بس اللي هو انجزت يعني على قد ما قدرت. انا هنا هحشي معاكم كام واحدة سمبوسك كده بس. وايه، وهكمل الباقي لوحدي بقى عشان ما تزهقوش. بعمل لها العجينة دي، او اللي هي اللزق اللي بيلزق السمبوسك دي، حلوة جدا. بصوا، انا زمان في اول جوازي قعدت كذا سنة بصراحة، ما كنتش اعرف ان انا المفروض اعمل كده. فكنت بعمل السمبوسة واحطها في الزيت، الاقيها بتقعد تفتح وتفك وتفتح وتفك، واقعد اتك عليها بالمعلقه، والحق دي بتفتح اروح سندها بالمعلقه، ودي بتفتح من بقيه اللي هو ايه، عارفين، ما بقاش ملحقه. بجيب البتاع الصفايه بتاعه البطاطس الكبيره دي واقعد اقفل بيها واحطها على هنا كنتوا تضحكوا عليا والله العظيم بجد. كانت البطاطس عماله تفتح مني، السمبوسه عماله تفتح مني من كل ناحيه. فالمهم ايه، الخطوه ديت بقى للناس اللي هي ايه كانت زي حالاتي كده دلوقتي مش عارفه تعمل ايه. معلقه دقيق مع معلقه ميه كده، ولا معلقتين ميه، تبقى زي العجينه الخفيفه قوي قوي كده معاكي. وبتلزقي بيها طرف السمبوسه وبتقفل معاكي. بصي والنبي، لو عملتي ايه ولا خبطتي فيها يمين ولا شمال، خلاص هي كده مش هتفتح معاكي تاني. فالخطوه ديت انا عارفه ان في ناس كتير قوي قوي عارفاها، بس انا بقولها للناس اللي كانوا زي حالاتي كده في الاول ما كنتش عارفاها خالص. المهم هنا دخلت اعمل صينيه بسبوسه اللي هي المكرمله ديت، اللي هي بقت خلاص ادمان ادمان، وكرهت ان انا عملتها مره لان جبته فيها على طول. المهم ايه، والمشكله عندي ان هي بتاخد معايا زبده كتير قوي. يعني انا قالب الزبده كان بيقعد معايا كتير. فقالب الزبده دلوقتي ما بيقعدش، يعني ما بيقعدش، وما شاء الله بقى غالي جدا. فاللي هو طب يعني ايه يا جماعه؟ لا، احنا عايزين البسبوسه المكرمله، احنا عايزين البسبوسه المكرمله. هي بصراحه حلوه وانا بحبها، بس ايه يعني، بتكلف برضو، بتكلف. يعني الزبدة لوحدها دي قصة، يعني الزبدة لوحدها دي قصة.
ف يلا المهم ان هم بيحبوها بالهنا والشفا. وايه، واحنا في رمضان، ورمضان ده بتاع الحلويات. انا عايزه اقول لكم رمضان ده والله العظيم انا ما عملت حلويات كتيره، يعني رمضان ده فعلا ما عملتش حلويات كتيره. بصوا انا هنا كنت شلت شويه من الخليط، خفت يكون كتير على البسبوسه، فركنت شويه في الكوبايه، لقيت نفسي لان انا محتاجاهم وان انا عامله مظبوط يعني على القد. فخفت لان ساعات كنت اجيب البسبوسه كانت تبقى مثلا قليله، معرفش بقى لخبطت ميزان ولا ايه، فقلت لا اركن على جنب كده ايه حبه. هنا كنت خلاص خلصتها وحطيتها في الفرن. انا عملتها معاكم طبعا مليون مره وقلت لكم الخطوات مليون مره، فايه ما حبيتش بقى ان انا احكي الخطوات تاني دلوقتي. دخلت على الحوض، سميت كده بالله وشمرت وايه، ودخلت بقى ايه ابتدي المعركه بتاعتنا. بص انا بحب قبل ما اغسل المواعين يعني ايه اوزع الحاجه كده، الالومنيات او الطاسات او الحلل او الحاجات دي كلها في جنب، الاطباق كلها في جنب، البلاستيكات في جنب، الكوبايات في جنب. بحب اخلي يعني ايه كل حاجه في جنب، وعلى قد ما اقدر ان انا انضف الاطباق قبل ما اركنها، عشان لما اجي اغسل على طول. لو في حاجه مثلا زي كده فيها حته لازقه بروح حاطه فيها شويه ميه وبروح ركنها على جنب، عقبال ما يجي الدور عليها تكون ايه تكون اتظبطت ولينت كده. ماشي. فانا بقى بعمل كده. قولوا لي انتوا بقى بتغسلوا المواعين. بصوا الكوبايه دي عايزه اقول لكم عيالي بيرزعوا، يعني يجوا يحطوا الحاجه في الحوض، انا ببقى قاعده بره سامعه الرزعه بتاعه الكوبايه، رزعه الطبق. اقول لهم بالراحه بالراحه، يقولوا لي والله وقعت من ايدينا، اللي هو دايما وقعت من ايديهم. فالكوبايه ديت لقيتها مكسوره، حد حدف عليها حاجه من على السن من فوق، فمكسوره من مكان الحاجه اللي اتهدفت ومشروخه لحد الاخر. وعايزه اقول لكم الكوبايه دي اصلا ما شاء الله نوعها نظيف جدا، فاللي هو ما بتتكسرش بسهوله، يعني كانت ياما بتقع ما كانتش بتتكسر بسهوله. فيبقى هم حدفوا حدفه بقى متينه. انا لما بنزل عايزه اقول لكم بنزل بيعملوا البدع في الشقه وانا مش موجوده، باجي الاقي الشقه والله العظيم لو اصور لكم. ولما بسيبهم بس وانزل اجيب اي حاجه ولا اروح في اي حته، يا نهار ابيض على اللي باجي بلاقيه في الشقه. ايه ده؟ وكل حاجه خربانه، وطلعين مش عارفه ايه من التلاجة وعاملينه ايه وملزقين ايه على ايه وموقعين سكر فين وعاملين ايه، اللي هو يعني مش عارفه. ومره طلعت لقيتهم واكلين السكر الدقيق كله اللي هو السويتال دوت كله، مش باقي غير كام كيس يا دوبك اللي لحقته. واللي هم فاكرينه حلويات، يعني اللي هو يا ماما طب ما يعني مش عايزين نشتري حاجه حلوه وادينا منه. يا جدعان ده غلط 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 عليكم اصلا، يتعبكم. ما فيش والله. بصوا انا ما بقيتش عارفه اخبي الحاجه فين، يعني كل لما بيكبروا بيهبلوا بزياده تحس ان هم بيهبلوا بزياده. طب اعمل ايه يا جدعان؟ ده انتوا كبرتوا، يعني المفروض يعني تعقلوا شويه. لا ما فيش فايده خالص. انا هنا بحب اغسل الحته ديت قبل يعني قبل ما ابتدي مواعين خالص، عشان بحطها كده على طرف الحوض. عايزه اقول لكم الحوض دايما 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 مغرق لي الارضيه، عشان انا ما عنديش الوزره اللي هي في الحوض ديت. لو انت لسه جديده ولسه بتوضبي او لسه بتتجوزي او لسه بتعملي او بتجددي في شقتك، انا بنصحك اعملي الوزره بتاعه الحوض دي داير داير كده حوالين الحوض. بجد 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 الوزره دي يعني بتنفع. انا كان عندي عامل لي حته من الجنب من هنا وحته من الجنب من هنا. الحته اللي من الجنب من هنا كنت بعلق عليها باسكت كده، اللي هو زي اللي بتعلق على المطبخ، وكنت دايما بحمل عليه بقى برمي فيه كل ما اجي اغسل مواعين العيال يخشوا معاهم حاجه يروحوا رامين فيه. فخد الجنب ده ووقع وانا ركنته مش عارفه فضلت ركناه فين، ورايحه جايه اشيله من هنا احطه هنا على السن انا ركناه يتلزق تاني. المهم اتكسر، ما اعرفش بقى اتكسر من ايه. يعني انا عندي بيحصل حاجات كده في الشقه انا ما اعرفش من ايه، هل ولادي، هل عفاريت هل ايه ما اعرفش. المهم ان في حاجات فعلا يعني بلاقيها اتعملت عندي في الشقه كده لوحدها، ما اعرفش دي اتعملت ازاي. فالمهم ان انا لقيت الرخامه مكسوره نصين، مكسوره نصين فعليا، يعني اللي هو حتى لو عيالي، طب عيالي يكسروها ازاي؟ او لو وقعوها، طب السيراميكا اللي وقعت عليها ما اتكسرتش ليه مثلا؟ طب مش عارفه بقى، مش عارفه. المهم ايه، انا هنا كنت بغسل المواعين وكانت صينيه البسبوسه في الفرن ماشي بتستوي، وطبعا ايه بتابعها يعني من وقت للتاني. غسلت الكوبايات كده كلها وهبتدي بقى على الاطباق. بصوا انا بروح حاطه الحاجه اللي عليها الدور تتغسل تحت الميه اللي انا بشطف بيها، بحيث برضو تلين بزياده. يعني انا بحب اما اجي اغسل ما احبش الحاجه تبقى ناشفه قوي وملزقه بزهق بصراحه وبمل. ف بحب اعمل كده. المهم ايه، الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله هعمل معاكم تنظيفات للعيد. استنوا الفيديو الجاي هنضف معاكم بقى حاجه حاجه كده، اوضه يعني مطبخ، الحمام، هنضف معاكم حاجه حاجه.
انزل لكم الفيديو جاي باذن الله، استنوه. حطوا لي بس لايكات كتير على الفيديو دوت، حطوا لي لايكات كتير على الفيديو دوت. والله العظيم يا بنات الواحد بيتعب في التصوير وبيتعب في المونتاج بطريقه انتوا مش متخيلينها. يعني انتوا جربوا، بجد جربوا بس كده كم مقطع صوروه ومنتجوه وحطوا صوت بجد صعب جدا ان انت اصلا تثبتي الموبايل وتصوري من الناحيه دي، وولادك يجوا يخبطوا التليفون من هنا، يجروا ورا بعض من هنا. يعني عايز اقول لكم انا طول ما انا بصور كده انا بصوت. انا لو سبت لكم الصوت انتوا هتسمعوا الصويت اللي هو ايه، الست المجنونه اللي في البيت اللي جنبينا كده، يعني فاهمين؟ اللي هو اي حد كده ساكن في حته دايما في ست مجنونه كده بتصوت من عيالها، انا بقى الست المجنونه اللي بصوت من عيالي هنا على طول. بجد مجننني، وحياه ربنا ربنا يهديهم يا رب ويخليهم لنا يا رب. يهديهم يا رب في الايام المفترجه دي، ويهديلكوا عيالكم ويخليهم لكم. واللي معهوش ولاد ربنا يرزقه ويكرمه يا رب، اللهم امين. واللي نفسه في حاجه ربنا يحققها له يا رب، يا رب كل واحد نفسه في حاجه ربنا يحققها له. واللي جوزها بعيد عنها ربنا يقربه لها يا رب، ويرزقه ويكرمه بشغله يكون قريب منهم. واللي كل يعني بصي اللي بعيد عن اهلها ربنا يجمعها باهلها على خير ان شاء الله. واللي نفسها في كل حاجة يا رب يا رب يا رب يحققها لها. ليا وليكوا يا رب الدعوة دي. ادعوا كده كتير وادعوا للغير، ادعوا للغير كتير، يعني ما تدعوش لنفسكوا بس، لان دايما انت زي ما بتدعي لغيرك ربنا بيديكي بالمثل. فادعي كده دايما ليكي ولغيرك، وادعي لغيرك كتير. المهم انا هنا غسلت اهو برضو الاطباق زي ما بوريك اهو. بصوا بجيب الحاجة اللي عليها الدور في الحوض تلين بقى من المية والصابون اللي بينزل ده، بحيث ايه ان انا لما اجي اغسل تبقى لينه يعني وطريه معايا. هنزل برضو اجيب مشتريات، عرفوني لو عايزين نعمل لكم بيها فيديو. هجيب مشتريات بتاعه الشهر، لان انا كده خلاص بالنسبه لي الشهر بتاعي خلص. ودعنا بقى النهارده بالاكل اللي هو ايه الارداحي ده اللي عندنا. خلاص ما عنديش اي حاجه، والذره فضيت والمطبخ فضي وكل حاجه فضيت. فعرفوني لو عايزين نعمل لكم فيديو بالمشتريات اللي انا هجيبها. انا بجيب الحاجات اللي انا محتاجاها بس، يعني ايه، مش بجيب بقى رفاهيات وبجيب حاجات بزيادة واي حاجة عليها عرض لا، بقيت بصراحة الظروف ما بقتش زي الاول، والدنيا بقت صعبة، والاسعار بقت نار كل يوم. فانا بجيب الحاجات الاساسيات بس، وهجيب برضو حاجة الكحك والبسكوت. عرفوني لو عايزين ان انا اصور لكم فيديو بالحاجات ديت، اكتبوا لي في الكومنتات. اعمل لكم بيها فيديو واقول لكم الاسعار واقول لكم كل حاجة. المهم بقى قولولي وصلتوا لايه في تنظيفات العيد، ابتديتوا ولا لسه؟ عملتوا كحك وبسكوت ولا لسه؟ هتعملوا ولا هتشتروا من بره؟ انا عايزه اقول لكم جربوا تعملوه في البيت، بجد 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 بيفرق طعم وريحه وتوفير وكل حاجه. يعني بجد اللي انتي بتدفعيه بره جربي تعملي بيه في البيت، صدقيني هتعملي كميه. والله ما صعب ولا اي حاجه خالص، مش صعب خالص خالص خالص. يعني انتي دلوقتي الوقت من بعد الفطار لحد السحور كبير جدا، تقعدي كتير قوي من الفطار للسحور. هتفطري وتشربي كوبايه شاي ولا نسكافيه ولا الحاجه اللي انت بتحبي تشربيها. لو عايزه كمان تريحي ساعه هتريحي، هتقومي هتبتدي مثلا النهارده هتعملي الكحك، عايزه اقولك هتخلصيه وتعمليه ويبرد وتبتدي تاكلي منه كمان قبل ما تكوني لسه اتسحرتي. يعني الحاجه ما بتاخدش وقت، بس اهم حاجه ان انت تبقي مظبطه امورك ومنظمه نفسك ومنظمه وقتك. اللي هو انا من بعد الفطار انا بقى ما فيش حاجه هتتعمل. يعني انت فطرتي مثلا غسلتي المواعين على طول، او حتى والله لو مش هتغسلي المواعين وهتركنيها خالص وتغسليها بكره تاني يوم لما تصحي، المهم ان انت اليوم ده انت مش هتعملي اي حاجه خالص من بعد الفطار. قبل الفطار تكوني مجهزه كل حاجه. ويا بقى لو يوم عندك فيه اكل بايت، بصوا هنا جوزي كان عمال كل شويه يقول لي اغسلي لي الطاسه دي، عايز يشوح فيها البانيه، اغسلي لي الطاسه دي. وانا اقول له ثواني، انا ما بحبش اعمل حاجه قبل حاجه، يعني ما بحبش اعمل الحلل والحاجات اللي فيها حاجات لازقه دي قبل يعني انا بحب اخدهم كده ترتيب كده بالدور. المهم بخلي الالومنيات والحلل والطاسات والحاجات دي كلها اخر حاجه. كل شويه اعمل في الاخر قلت له طب بص هات لي الطاسات كده بس تحت ايديا، انا خلاص قربت اخلص هغسلها لك. هو عايز يشوح البانيه، هو اللي عامل التتبيله بتاعته بقى، فهو عايز ايه يبقى عاملها من الالف الى الياء، عشان اللي يجي ياكل من العيال تسلم ايدك يا بابا. فاهمني هو بيحب كده. اللي هو عامل الحاجه عاملها من اولها، انا اللي عاملها فانا اللي هسويها فانا اللي كل حاجه. هو اللي كان متبل الفراخ، متبلها بايه معرفش ما شفتش والله ما شفتش تبلها بايه. المهم زي ما بقولك كده انتي ايه
انتي جهزي حاجتك ورتبي امورك واعملي كل حاجة من قبل الفطار، وخلصي كل حاجة. لو في اي حاجة عايزة تتعمل، ولو يوم عندك اكل بايت او حاجة سريعة زي النهاردة كده، زي ما انا ما عاملة اكلة سريعة اهو. بصوا ده كان فطارنا النهاردة، حاجة خفيفة كده وسريعة وجميلة. والعيال بقى ايه ما شاء الله كلت فيها، هم ايه يعني زهقوا، فده كان تغيير. البسبوسه هنا بقى كانت خلاص طلعت وبردت، طلعتها من الفرن طبعا قبل ما كنا نفطر، كانت خلصت وخدتها بره بردتها. بس عايزه اقول لكم الشربات بقى زاد مني شويه، زاد مني شويتين يعني مش شويه بس. المهم ايه، هطلعها في طبق كده. بصوا انا هطلعها في الطبق ده ليه، انا دايما بسيبها في الصينيه، بس انا اصلا عامله صينيه البسبوسه النهارده بصراحه مش لينا، انا كنت عاملاها لجوزي هياخدها معاه. كان نازل يعني يتسحر مع اصحابه، فكنت عاملاها له ان هو هياخدها معايا. هما بيحبوا اصحابه بيحبوا البسبوسه دي قوي، لما ببقى في الشغل مدياله يعني او حاجه وبياكلوا معاه فبيحبوها. فكل مره يقولوا له حتتين مش كفايه، احنا عايزين صينيه بحالها. كل مره اما اجي اديله مثلا ولا حاجه يقولوا له لا ايه حتتين، لا احنا مش هينفع، احنا عايزين صينيه بحالها. فانا ايه قلت هعمل له صينيه بقى بحالها اديها له كده. بس بصوا كانت ايه عايزه تتركن لسه شويه كمان عشان تبقى ماسكه نفسها يعني، فاهمين؟ كانت عايزه لسه شويه كمان، ان هي وهي لسه في نفس الوقت كده بتبقى دايبه لسه، ما بتبقاش لسه مسكت نفسها. بس هو طبعا مستعجل، فانا ايه عملتها له كده. عايزه اقول لكم بص، انا صحيت عملتها اول حاجه زي ما انتوا شفتوا كده، وكنت مستعجله ان انا اعملها عشان خاطر ايه تلحق تبرد واعرف اقطعها وياخدها معايا. والله العظيم عملتها وقطعتها زي ما انتوا شايفين، وكنت لسه بقى ان انا هغلفها له. قلنا هننزل نجيب طلبات وحاجات من تحت، وبعد كده ما نطلع هياخد الصينيه ويمشي. احنا نزلنا نجيب الطلبات من تحت يعني، وما جبناش حاجه والله يعني، بس نزلنا لو احنا كنا محتاجين شويه حاجات نزلنا. الدنيا ابتدت تديها يعني، يا دوبك احنا ابتدينا نطلع والمطره ابتدت تدي سيول وبرق ورعد والدنيا باظت عندنا، باظت بجد. فخلاص بقى كنسل موضوع السحور ده وصينيه البسبوسه كانت من نصيبنا احنا. بصوا تبقى في بقك وتقسم لغيرك، سبحان الله يعني. انا عاملاها وصاحيه من النوم جري اعملها له عشان خاطر هما بيحبوها زمايله، وبيبقوا نفسهم ان هما يعني ايه يبقى فيه بالزياده. فسبحان الله يعني هي مش مكتوبه له، مكتوب لهم برضو ان هو ايه يبقى واخد معاه حتتين تلاتة وياكلوا معاه، انما مش مكتوب لهم ياخدوا الصينيه بحالها. المهم بقى ايه اللقطه ديت، مكناش لسه برضو نزلنا، انا قطعت البسبوسه حطيتها في الطبق، وقلت هعمل كوبايه نسكافيه كده اشربها واقوم اغير هدومي. انا كنت هنا لابسه العبايه بصور لكم بيها وكده. هغير هدومي بقى والبس هدوم والبس الطقم يعني وننزل. بس ايه كنت محتاجه ان انا افوق، حتى هو عمال يقول لي انجزي انجزي، عايزين نلحق نروح ونيجي عشان ايه يلحق ينزل هو كمان لزمايله. فبصراحه ما كنتش قادره خالص، ما كنتش مفوقه، فقلت له لا انا لازم اشرب مج نسكافيه، كوبايه كده تظبط الدماغ. المهم عملتها وقعدت بقى ايه كده على روقان، قعدت اشربها، وهو والله العظيم عمال يبص لي يقول لي اخلصي بطلي برود، وانا اقول له مش قادره حبه بس كده ايه اشربها. انا فعلا كنت متبرده بس عشان ما كنتش قادره اتحرك بصراحه، ما كنتش قادره خالص. واخده دور برد يا جماعه قسما بالله. بصوا مكسر عظمي بمعنى مكسر عظمي. يعني انا اعمل لكم الفيديوهات الجايه التنظيف والتظبيط وحاجات العيد والكلام ده كله، وانا والله ما قادره جسمي كله. بصوا مش قادره، هاخد الكوبايه دي بقى كده واروح اتبارد زي ما بيقولي. بصوا المواعين، بصوا والله العظيم كنت مشطبه الحوض معاكم. بصوا المواعين من بعد الفطار. انا بوريكم بقى اللي انا ايه نبذه من اللي انا ببقى قاعده بره واسمع مره واحده حاجه بتعمل على الرخامه تك تك تك، نبذه، والاقي مره واحده في عياط وفي دم وفي مش عارفه ايه وفي ايه وصباعي والكلام ده كله. بصوا هنا قبل ما انزل برضو دخلت قلت له ايه طب استنى اغير طقم الملايه كده بسرعه في السريع. كنت مشغله الغساله وكنت معتقده ان انا الحق احط الملايات ديت في الدوره اللي جايه، بس ما لحقتش بصراحه. خلصت اهو كده الاوضه، بقول لكم حطوا لي لايك بقى. بوريكم بقى منظر بصوا المنظر، بصوا يا جماعه، بصوا الدنيا. والله العظيم زي ما يكون بيصعب عليهم يسيبوا الدنيا رايقه. ده غسيل عايز يتعلق في الشماعات، وفي حبه غسيل عايزين يتحطوا في الدولاب، ودي الحافظه عايزه تتطبق مغسوله،
والله العظيم انا ليا الجنه قسما بالله. المهم نزلنا ورحنا وجينا وبرق ورعد وسيول وحاجات وايه، وما راحش بقى ولا نزل يتسحر مع زمايله ولا اي حاجه. احنا اولى بيه بقى، احنا اولى بيه يتسحر معانا احنا لما بناكل من غيره بصراحه الاكل ما بيبقالوش طعم، يعني تحس انت بتاكلي من غير نفس. ادي السحور بتاعنا، حبيتين السمبوسك دول بس اللي اتبقوا بقى لحد السحور، لان طبعا بنفضل رايحين جايين على الحاجه اللي بتتبقى كده. هنا كنت بقى خلاص داخله انام، بس قلت ايه، احط دورة غسيل كده قبل ما انام، عشان ايه لما اصحى الصبح المية عندي طول النهار ضعيفة جدا، لان احنا في الصيام وطبعا كله بينظف تنظيفات العيد وكله بيعمل حاجات في الشقة وكده، فالمية عندي صعبة جدا بجد بجد ما بتطلعش. فاحلى وقت كمان اللي هو وانا داخله انام ده، يعني انا بغسل كتير بالنهار بس غسالة بتطول قوي. فوانا داخله انام قلت لا انا احط دوره كده، اصحى الصبح الاقيها مغسوله ومعصوره وزي الفل وتمام التمام. هنا اهو خلاص هحط دورة الغسيل ديت، واقول لكم تصبحوا على الف 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 خير و... وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي باذن الله. وما تنسوش بقى تحطوا لايك لو وصلتوا لحد هنا وما حطيتوش لايك، وتشتركوا في القناه لو مش مشتركين فيها. واهلا وسهلا بيكي في قناتي، ومنوروني منوروني منوروني. احلى بقى ايه، احلى تصبحوا على خير. وكده بقى داخله انام، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي.